السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عملتِ قبل كده طاجن البانيه في الفرن؟ طاجن البانيه في الفرن يا بنات تحفة بجد، مناسب جدًا لعزوماتِك لرمضان، طول السنة بجد. لا بيض بقى ولا بقسماط، البيض دلوقتي بقى غالي جدًا، هتأكلي ولادِك بانيه وهتاكلي بانيه في منتهى الروعة، لكن لا بيض ولا بقسماط ولا تكلفة زيادة ولا مواعين كتير، كله كده في الطاجن، وإحنا عارفين الطواجن بتدّي طعم لذيذ قد إيه يا بنات بالنسبة للأكل بتاعنا. بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخد منِّك وقت خالص. هتعملي طاجن في منتهى الجمال. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وتعالوا ندخل على الوصفة. أنا عندي هنا نُص بانيه، وممكن كمان لو أنتِ هتعملي طاجن صغير ممكن تعمليه بربع بانيه اللي موجود عندِك. هنبدأ نتبّلهم بقى. أنا عندي قرفة وعندي زنجبيل وعندي بابريكا، عندي ممكن اللي هي بهارات فراخ أو ال7 بهارات، وعندي فلفل أسمر. بعد كده أنا عندي إن البهارات ديّة بتاعة شاورما بتاعة ماجي، الخلطة بتاعة ماجي بتاعة الشاورما يا بنات جميلة جدًا. أنا باحب أحطها مع الفراخ كده، بتدّي طعم ونكهة جميلة. لو مش موجودة ما فيش مشكلة، لكن لو موجودة فعلًا حطيها بتفرق في الطعم شوية. تبّليهم كده، أنا مش هاسيبهم ولا حاجة، أنا هاشتغل فيهم على طول. بعد كده أنا عندي مكعبين 3 زبدة، وهاحط معاهم شوية زيت عشان ما يتحرقش. وبعد كده هادّي البانيه بتاعي صدمة. أنا مش عايزاه يستوي، أنا بس هادّي له صدمة، وبرضه مش هاخلّيه يلوّن يا بنات، أنا علشان بعد كده إحنا هنسويه في الفرن، أنا عايزة بس أدّي له صدمة وهاطلّعه، وكمان ياخد من طعم الزبدة، بتعزّز الطعم بتاعه، وبيبقى فعلًا يعني لازمًا تجرّبوا الطاجن ده، في منتهى الجمال. طيب ينفع الطاجن ده يا حنان مثلًا باللي هي الصدور اللي هي السليمة بدل ما تبقى قطع بانيه؟ أيوه ينفع يا بنات، بس طبعًا إحنا هنسيبها في الفرن بيبقى إيه، يعني زيادة شوية، لإن علشان أنتم عارفين الصدور يعني بتاخد وقت شوية علشان اللحم بتاعها بيبقى أتخن يعني من الشرايح ديّة. شايفين ما خدش بضع ثواني وأنا واقفة طلّعتهم بالطريقة ديّة. عندي بقى بصل وفلفل أخضر وعندي طماطماية، يعني بصلة وفلفل أخضر وطماطماية واحدة يا بنات، ملح بقى وفلفل، وبرضه بهارات اللي هي الشاورما ديّة هاحط برضه منها معلقة صغيرة أو معلقة ونُص، وقلّبي، قلّبي بقى، أهم حاجة تدعكيهم بإيديكِ كويس جدًا كده. ال ال الخطوة ديّة يا بنات بيودّي الخضار بجد في مكان تاني خالص، بجد بيخلّيه طعمه مختلف خالص. جرّبوها بس وهتبقى اللي هي التريكات البسيطة ديّة هي اللي بتفرق من أكل من سِت لسِت تانية بجد. هي حاجات بسيطة بس صدقوني بتفرق في الطعم، يعني بجد يعني. جرّبوها ومش هتندموا أبدًا. في نفس الطاسة اللي إحنا حمّرنا فيها أو اللي إحنا أعطينا البانيه صدمة فيها، هنبدأ ندّيها تشويحة كده للخضار بتاعنا. بعد كده أنا عندي هنا كوبايتين صلصة متفرّزة. لو أنتِ ما عندكيش صلصة متفرّزة، بس ديّة يعني صلصة فريش يا بنات، مش صلصة اللي هي المُعلبات الجاهزة. بعد كده هتبدئي تحطّيهم، لو ما عندكيش اللي هي المتفرّزة يعني، هتحطّي آمم شفشق الخلاط، اضربيه طماطم وهتحطّيه وسيبيه يتسبِّك شوية. بعد ما غلِت كده غلوتين، نزلت أنا كانت في عندي هنا كوسَيّ وبطاطساية، يعني ممكن أي نوع خضار أنتِ بتحبيه، بس البطاطس هنا طعمها بيفرق بجد حلو أوي، مناسبة مع اللي هي مع البانيه. قطّعيها كده وسيبيها تاخد غلوتين، ما تخلّيهاش تستوي، غلوتين بس يا دوبك، يعني 5 دقايق كده. بعد ما غليت خلاص اطفي عليها. وبعد كده أنا جِبت الطاجن بتاعي، وهابدأ أحُط اللي هي البطاطس فيه. ممكن استغني عن الكوسة ديّة خالص، يعني هي كانت بس عندي زيادة فأنا حبيت أحُطّها يعني. وسِبت معلقتين 3 صلصة زي ما أنتم شايفين كده في الطاسة، وهابدأ أرُص البانيه فوق البطاطس، يعني البطاطس تحت والبانيه كده فوقيه علشان يتحمّر معايا وياخد بكده طعم كمان الشوي، بيبقى طعمه جميل جدًا. يعني ميكس هايل كده بجد يا بنات، يعني طاجن البانيه يعني الكل هيسألِك هيقول لِك أنتِ عملتيه إزاي ده، بجد تحفة. وإحنا عارفين الطواجن الفخار بتدّي طعم مميز جدًا للأكل بتاعنا، أحسن من الصواني والألومنيوم والبايركس والكلام ده كله. المعلقتين الصلصة أهُمّة هابدأ أحطهم بقى كده فوق البانيه علشان يحمر وشه، وبعد كده ورقة فويل بيلو هاغطيه. طيب اللي هي الفرن بقى على حرارة 200، الفرن برضه يكون سخن. نزّلت الشبكة على فوق الصاجة على طول يا بنات، الشبكة الرف الأولاني اللي فوق الصاجة، وأحط عليه هيفضل حوالي نُص ساعة. أول ما اكشفي عليه كده الورقة، البطاطس بتاعتِك استوت، خلاص البانيه برضه بيكون خَد السِوَى بتاعه. افتحي بقى كده عليه الشواية من فوق، ارفعي الشبكة شوية وافتحي الشواية، هياخد اللون الجميل الروعة ده.
بصي يعني مشوي طعمه، بص بجد لازم تجربه عشان تعرف الطعم بتاعه قد ايه لذيذ. وطري، ما هوش ناشف يا بنات، ما تقوليش ان هو ناشف ابدا والله. شوف فين طري البطاطس بقى، مستويه 100%، طعمها خطير بجد بقى. انسي بقى اللي هي اي طريقه تانية للبطاطس في الفرن، لا اعمليها كده بالبانيه. ولو عندك لا، زي ما انا قلت، حتى لو عندك ربع بانيه هيطلع لك صينيه بطاطس او طاجن بطاطس بالبانيه خطير. لعزوماتك بقى لرمضان، كل عام وانتم بخير، لحبايبك. بجد وصفة يعني ما يختلفش عليها اتنين، سهلة وبسيطة. ان شاء الله كده برضو غير مكلفة يعني. بسرعة بسرعة كده كمان في عزوماتك جميلة جدا، الكل هيسألك عليها. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.